هو انت مفيش فايده فيكي؟ ما بتتعلميش من غلطك؟ بيحكي وبيقول قلت لمراتي وبصوت عالي جدا: هو انت عمرك ما هتتعلمي من غلطك؟ وقفت قدامي شويه وبعدين سابتني ومشيت. فدخلت وراها الاوضه ورفعت صوتي وقلت لها: هو انت ما بترديش عليا ليه؟ سابتني بزعق ومسكت الموبايل وشغلت عليه قران لحد ما نامت. وقفت متضايق من جرودها وسكوتها جدا. مراتي ست طيبه جدا بس فيها عيب واحد ولا يطاق، وهي انها دايما بتنسى بسرعه. انا شخص عصبي ما بيعرفش يصبر على اي موقف. في بدايه الموضوع اتعاملت معاها بهدوء لحد ما جت يوم ونسيت فيشه الكاتل في الكهرباء، لحد ما الكهرباء ولعت في كل ستاير المطبخ. ولولا اني اتعاملت مع الموقف صح كان زمان البيت كله ولع. مسكتها من دراعها واتعصبت عليها لاول مره. قعدت تعيط بصوت مكتوم. زقتها بزهق وقلت لها: انت مستحيل هتتعلمي من غلطك. خرجت قعدت مع اصحابي، ولما رجعت بالليل متاخر سمعت صوتها بتتكلم مع حد، ففتحت الباب بالراحه ومشيت ناحيتها بخطوات مش مسموعه. ووقفت ورا الباب لقيتها ماسكه صوره لابوها اصلا ميت، وبتقول له: يا بابا انا مش ذنبي انك من يوم ما مشيت وانت واخد كل تفكيري. انا ما لقيتش حد حنين عليا قدك عشان اقدر اركز معاه. ما تعودتش على العصبيه والزعيق. انت كنت معيشني في عالم هادي وكنت شخص حنين طول الوقت. كان لازم تقولي انه مش كل الناس زيك عشان اعرف اتعود على اسود غيرك. وقفت مصدوم من كلامها. هو كل ده وجع الشخص بيشوف لما حد حبيبه بيموت؟ هي كانت مفكراني هبقى اب وانا فشلت اني اعمل كده للاسف. كنت كل ما بتعصب عليها بتسكت. فخبطت على الباب ودخلت ومسحت دموعها بسرعه وحضنت رجليها كده وبصت لي بتأنيب ضمير. فسالتها: هو انت ليه كل ما بتعصب عليكي ما بترديش؟ ردت وقالت لي: عشان بدايه الطلاق بتكون من كلمه، الكلمه بتجيب خناقه، وانا ما بسكتش عشان ست ضعيفه، انا بسكت عشان عايزه احافظ على مكانتي هنا حتى لو ما كنتش انت مقدر ده. قعدت قدام ادب ردها وكلامها اللي زي الطفل اللي لسه بيتعلم مبادئ الحياه اقول لنفسي: هو ازاي الانسان ممكن يكون موجوع وقلبه محتاج للحنيه وبيستحمل اسود غيره بالشكل ده؟ نزلت الشارع جبت لها حاجه من اللي بتحبها ودخلت المطبخ وعملت كوبايتين شاي وقعدت معاها في البلكونه عشان اخليها تطلع كل العتاب المكتوب. اكتشفت ان قله العتاب والسكوت بيدمر المشاعر، بيهدم البيوت. وانا ما كانش ينفع اخسر انسانه كل هدفها في الحياه انها محتاجه حبيب على هيئه اب. من الوقت ده بتعامل معاها بشكل مختلف بمشاعر ابويه. كانت كل ما تبوظ حاجه اقول لها: فداك يا ست الكل. فتيجي المره اللي بعدها الاقيها بتطلعها احسن 1000 مره. ولما حاجه كانت تتكسر منها اقول لها: يا ستي تعيشي وتكسري. كانت بتركز